من 2001 لسنة 2010 هاني رمزي كان متربع على هرم الكوميديا في مصر، ومش هبالغ لو قلت إن أفلامه كانت بتنافس هنيدي وحلمي ومحمد سعد. ولكن كل ده بيتغير في 2011، لأن بعد 2011 هاني رمزي بيكون شبه مختفي عن الساحة الفنية. يمكن دي كانت أسوأ سنة عدت على هاني في مشواره الفني. بس قبل ما أقولك ليه هاني رمزي أكتر كوميديان مظلوم، ياريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لأن المشخصات هيبدأ الحكاية بتبدأ بهاني رمزي، الشاب الموهوب اللي بيحلم في يوم من الأيام إنه يكون كوميديان كبير، يرسم البسمة على وشوش الناس ويكون سبب في سعادتهم. وعشان هاني ينمي موهبته بيقرر إنه يجري ورا حلمه في التمثيل، وبيدخل معهد الفنون المسرحية. وبعد 4 سنين دراسة في المعهد، هاني بيتخرج سنة 1991. وبعدها هاني بياخد خطوات مهمة في مشواره الفني. أبرز الخطوات دي لما بينضم مع محمد صبحي ولينين الرملي في فرقة استوديو 80، وبيظهر في مسرحيات زي تخاريف ووجهة نظر. وطبعا هاني كان له بصمة مهمة في الأدوار دي، والجمهور كان واثق إن الشاب الصغير اللي واقف قدامهم على المسرح دلوقتي هيكون في يوم من الأيام كوميديان كبير. وبيبتدي هاني يقرب من اليوم ده لما بيقدم أدوار مساعدة في أفلام زي صعيدي في الجامعة الأمريكية. أكيد محدش فيكم يقدر ينسى دور سراج الرزل اللي كان بينافس خلف على قلب عبلة. بعد ما لمع هاني في صعيدي في الجامعة الأمريكية وقدر يلفت الأنظار ليه بدوره، هاني بعد كده كمل في سلسلة الأدوار التانية في أعمال مهمة قدام نجوم كبار، زي مثلا فيلم الحب الأول وناصر 56 واتفرج يا سلام. وأول لما بتيجي سنة 2001 كل حاجة بتتغير في مشوار هاني السينمائي. بتكون سنة 2001 هي مرحلة انتقال هاني للبطولة المطلقة. أول بطولة لهاني كانت في فيلم صعيدي رايح جاي. الفيلم ده كان فيلم لطيف وخفيف، وطبعا مقدار حب الفيلم ده كبير جدا لدرجة إن كل ما نايل سينما بتعرضه في التلفزيون على طول بتفرج عليه. الفيلم قدر يحقق نجاح كويس في شباك التذاكر ويجيب ايرادات معقولة. مش هقدر اقولك مثلا انه غطى على افلام مثلث الكوميديا هنيدي وحلمي وسعد. في نفس السنة هاني بيقدم تاني بطولة ليه في فيلم جواز بقرار جمهوري. وهنا هاني بيقرر انه يجرب نوع من الكوميديا يكون بتاعه هو لوحده ويكون رائد فيه. الكوميديا السياسية هي اصعب انواع الكوميديا بشهادة السينمائيين والفنيين، ومش حاجة سهلة على اي كوميديان انه يقبل تحدي زي ده ويقدم النوعية دي من الكوميديا. لكن هاني رمزي كان قد التحدي لما قدم فيلم جواز بقرار جمهوري، وبعده قدم مجموعة من أروع الأفلام السياسية اللي لسه هكلمكم عنها. قصة جواز بقرار جمهوري كانت جديدة وتشد أي مشاهد رايح يقطع تذكرة في السينما. الحكاية عبارة عن 2 عرسان بيقرروا إن هما يعزموا رئيس الجمهورية على فرحهم. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ نجاح كبير حققه جواز بقرار جمهوري، ومع النجاح الكبير اللي حققه الفيلم والإيرادات الكبيرة اللي حققها هاني، قرر هاني يستغل الزخم ده اللي حوالين الكوميديا السياسية ويكمل في تقديم أفلام أكتر من النوع ده. انا ابويا اشترك في احتفالات اكتوبر مع المجاميع، وشايفه في التلفزيون وهو حاشر نفسه بعد. في سنة 2003 بيقدم هاني رمزي أفضل فيلم كوميدي سياسي في السينما المصرية، فيلم عايز حقي. الفيلم ده كان عامل ضجة كبيرة وقت عرضه. طيب خلونا قبل ما نتكلم عن قصة الفيلم نتكلم عن الكوميديا اللي فيه. الفيلم ده اللي كتبه تحسه إنه جاي من كوكب كوميديا بتاع سبيستون. لو أنت عيان يا صاحبي ومكتئب، إياك تروح عند الدكتور يكتب لك دواء مضاد للاكتئاب. يا صاحبي الحل أسهل من كده بكتير. كل اللي عليك تفتح اليوتيوب وتتفرج على فيلم عايز حقي لهاني رمزي. او لو عايز تنسى الاكتئاب خالص، هات يا صاحبي قناة المشخصاتي واشترك فيها دلوقتي، لان المشخصات فيديوهاته دمار وهيخليك مستنيها على نار. قصة فيلم عايز حقي كانت جديدة على السينما المصرية. عايز حقي بيحكي لنا عن صابر الطيب، الشاب اللي بيقرر انه يبيع حقه في المال العام لما بيعرف بالصدفة ان عنده املاك ممكن ان هو يطالب بيها. وكل ده بيحصل لصابر لما بالصدفة بيستعير كتاب الدستور من المكتبة. لكن صابر ما كانش عارف ان الصدفة دي هتغير حياته، وهتبدأ معاها مغامرة عايز حقي اللي هيكون أيقونة من أيقونات أفلام الكوميديا السياسية في السينما المصرية. نجاح كبير حققه عايز حقي، وفي الوقت دوت كان هاني رمزي على قمة هرم الكوميديا. كان هو الكوميديان رقم واحد اللي كل الناس بتخش السينما عشان تشوفه. بعد كده في سنة 2004 هاني بيقرر انه يغير شكله ويفقد 30 كيلو من وزنه عشان يعمل شخصية سلطان الغبي في فيلم غبي منه فيه.
فيلم غبي منه فيه هاني رمزي قرر انه يستعين باتنين من احسن نجوم الدور التاني في السينما المصرية. في الفيلم شفنا حسن حسني في دور ضبش او زي ما بيشوفه سلطان، الاب الروحي ليه اللي بيحاول يعلمه السرقة ويخليه حرامي محترم. شخصية ضبش اللي قدمها حسن حسني علت قوي من الكوميديا اللي كانت في الفيلم وزودتها، والكوميديا دي زادت اكتر بوجود طلعت زكريا اللي قدم لنا شخصية نصة او صاحب صاحبه زي ما بيسميه سلطان برضه. الفيلم انتهى نهاية مفتوحة ومش عارفين لحد دلوقتي سلطان سلم الفلوس لمين. وعشان النهاية المفتوحة دي سمعنا كتير من هاني رمزي انه عايز يعمل جزء تاني من فيلم غبي منه فيه، لكن لحد دلوقتي مفيش اي حاجة اتعملت، وشكل كده الجزء التاني مش هيتعمل. قولولي انتوا رأيكم في التعليقات، هل موافقين انه يتعمل جزء تاني من غبي منه فيه في غياب حسن حسني وطلعت زكريا؟ وفي سنة 2005 هاني رمزي بيقرر انه يروح للشاشة الصغيرة ويقدم مسلسل مبروك جالك قلق. وحقيقي المسلسل ده كان حلو جدا، ومش قادر انسى لحد دلوقتي ثنائية مبروك وتشكر اللي كانت محلية المسلسل. وفي نفس السنة هاني رمزي بياخدنا معاه لبورسعيد عشان يقدم شخصيته الجديدة ابو العربي، الشخصية اللي فيه ناس كتير بتشوفها انها اكتر شخصية كوميدية قدمها هاني رمزي. وفي سنة 2006 هاني بيرجع تاني لمنطقته المفضلة في الكوميديا وبيقدم فيلم كوميديا سياسية اسمه زازا، بيحكي عن شاب بيقرر انه يرشح نفسه ويبقى رئيس جمهورية. وفي 2007 و2008 هاني بيقرر يقدم شخصية الضابط مرتين، الأولى كانت في فيلم أسد وأربع قطط والتانية كانت في نمس بوند. طيب خلينا نقول إن الفيلمين هما نفس الفيلم لأن قصتهم كانت متشابهة قوي. وفي سنة 2009 بيقدم مسلسل حلو جدا اسمه عصابة بابا وماما، وكانت آخر أعماله الناجحة في السينما فيلم الرجل الغامض بسلامته. ناس كتير بتشوف ان ده اخر فيلم حلو عمله هاني وانه بعد كده وقع ككوميديان، لكن انا مختلف معاهم في الرأي. فيلم سامي اكسيد الكربون كان حلو جدا، مش عارف ليه حاسس الفيلم ده اتظلم. وفي سنة 2012 بيقدم مسلسل سياسي بعنوان ابن النظام. وفي السنين اللي بعد كده هاني بيتخبط فنيا وبيقدم افلام كوميديتها رديئة زي فيلم توم وجيمي وقسط بيوجعني ونوم التلات. بعدها هاني بينشغل في برامج المقالب وبيختفي فنيا من الساحة، وكانت آخر أدواره المهمة في فيلم 200 جنيه. وفي سنة 2022 ظهر كضيف شرف في مسلسل عائدون، وحاليا هاني بيصور مسلسل اسمه بدون مقابل. وفي نهاية الفيديو حابب أعرف رأيكم إيه أكتر فيلم ومسلسل بتحبوه لهاني رمزي، وياريت لو وصلتوا لهنا يبقى كده عجبكم الفيديو، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وكمان ياريت تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. انا فاهمك انا. اهي الماده 25 اهي لكل مواطن. انا اللي خطط وافكر وانت اللي تنفذ. ايه الكلام ده يا نص؟ بلا نص. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.